فطرت ايه النهارده؟ انا ما بفطرش خالص ومش معترفه بوجبه الفطار. طيب زي مدرسه كبيره جدا من المدرسه الحديثه في التغذيه عامه. طيب وجبه الفطور على اساس انها وجبه صحيه او اساسيه بالظبط. في ناس بقى احنا قعدنا قرون بيتقال انه وجبه الفطار دي اهم وجبه في اليوم. مش هتلاقي حد او حاجه علميه بتقول كده غير شخص واحد اسمه هارفي كيلوج. الشخص ده اللي اخترع اول واحد طلع الكورن فليكس. الشخص ده لما طلع الكورن فليكس كان حمله الدعايه بتاعته قائمه على انه هو بيماركت للكورن فليكس منه اهم وجبه هي الفطار، فانا جبت لك حاجه سهله وسريعه عشان ما تضيعش وجبه الفطار. ولكن الجسم غير مهيأ ان انت يعني ربنا ما خلقكش عشان تقوم من النوم تاكل. ده حاجه بتعطل وظائف الجسم كلها. يعني الموضوع تسويقي اكثر او تجاري بالظبط يعني طبعا لترويج مثلا فكره بالزبط. الفطور. وده برضو اللي بيخلي الناس لما بتعمل صيام متقطع هي بتلغي الفطار، بترحل الفطار. ده اللي بيخلي صحتهم احسن. طب ليه؟ كل الابحاث الجديده اللي اتعملت على جسم الانسان والخلايا والانسجه وكل الكلام ده بتقول انه انت لما بتترك وجبه الفطار جسمك بيشتغل احسن. تفطر ولا ما تفطرش؟ لما نيجي نبص على الداتا العلميه في الحته دي هتلاقيها بتتقسم لشقين مهمين جدا. ناس لما بتفطر بتلاقي ان صحتها بتتحسن، وناس تانية لما ما بتفطرش او بتفطر ما بيحصلش اي فرق اصلا. اذا مفيش داتا بتقول ان انت هتتضر لما تفطر ولا وظائف جسمك هتقف زي ما اختنا الفاضله ذكرت في الفيديو. لما نيجي نبص على ايه اللي بيحصل لما بتفطر، الحاجات اللي بتقولها الار سي تيز والسيستماتيك ريفيوز، بتلاقي ان انت ارتفاع السكر بعد تناول الوجبات على مدار اليوم بيكون منتظم بشكل افضل، وحساسيه الانسولين عندك بتكون اعلى. وده ليه؟ لان غالبا ده بيتماشى مع السيركيديان ريزم بتاع الانسان اللي ربنا خلقه عليه. ربنا خلقنا يومنا بيبتدي بدري وبرضه بينتهي بدري، بس احنا مش عايزين نخش في الكرونوتايبس الى اخره. لما نيجي نبص على الصيام المتقطع، الصيام المتقطع مش معناه ان احنا ما نفطرش. ده اسمه ال LTRE او Late Time Restricted Eating، وده غالبا في الداتا العلميه بيكون اسوأ بكتير من ان انت تبتدي اليوم بتاعك بالفطار وتنهي الاكل بتاعك بدري، اللي هو ال ETRE او ال Early Time Restricted Eating. لما بتبتدي يومك بالاكل بدري وبتنهيه بدري، غالبا الميتابوليك هيلث بتاعك بيكون افضل ووظائف جسمك بتكون احسن. عشان كده دايما بننصح الناس ان هم على قد ما يقدروا ان هم ينهوا الاكل بتاعهم بدري، ويخلوا اخر وجبه حتى لو هياكلوا وجبه قريبه من النوم تكون خفيفه جدا عشان ما تاثرش على وظائف الجسم بالسلب، وخصوصا الكبد والكلى. فاذا لما نيجي نبص على الكلام ده ونطلع منه بنتيجه، لازم تبص على طبيعه حياه الشخص اللي قدامك. من الوارد ان انت تبقى بتصحى الصبح مش جعان اطلاقا، فما ينفعش ان انت تجبر نفسك ان انت تاكل. فالطبيعي ان انت هترحل اكلك شويه لان ده المتناسب معاك انت كشخص. والعكس صحيح، وارد جدا تبقى بتصحى الصبح جعان وعندك اكتيفيتيز بتستدعي ان انت تاكل، بتتمرن الصبح ولا حاجه بدري فمحتاج طاقه وانرجي، فهتبقى حاجه مفيده جدا ليك ان انت تتمرن. فدور على الانسب والافيد ليك. في حملات من كولوكس الى اخره بتدعو للكورن فليكس، بس ده يعني لا يعني اي شيء، ولا يعني لا يمثل للواقع باي صله، ولا هيفيدنا ولا هيضرنا في اي حاجه. حاول ان غالبا لما تيجي تفطر يكون فطارك فيه كميه بروتين مناسبه، لان ده بيساعدك على الشبع بشكل كبير في باقي مدار اليوم او على باقي مدار اليوم. وقدر المستطاع حاول ان انت اوبشنز الاكل وكميه السعرات اللي انت بتاكلها على مدار يومك تكون متوزعه توزيع يخدم اللي انت بتحاول ان انت توصل له. مفيش حاجه اسمها مدرسه تغذيه حديثه ومدرسه تغذيه قديمه ولا الكلام ده. العلم ما هو إلا حاجة بتتطور يوم عن التاني، ولازم نتماشى فعليا مع العلم والمصادر العلمية اللي بتصدر من يوم للتاني. فما فيش صح مطلق وما فيش غلط مطلق، وما ينفعش أقول إن مش صح إن البني آدم يفطر.